السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي كانت بتكلمنا على موضوع الحشر في الفيدر، انت عندك مكنة ولما بتيجي تشتغل دايما بتحشر معاك في الفيدر اهوت، فانا هعرفك ازاي دلوقتي ان انت تعالج موضوع الحشر ده بكل سهولة ومن غير ما تحتاج ان انت تجيب مهندس او تحتاج ان انت تدفع فلوس علشان تحل مشكلة حشر الفيدر. دي مكنة كيوسيرا زي ما انتم شايفين، واللي انا هعمله ده بيمشي على اي مكنة كيوسيرا او ريكو او زيروكس او ايا كان نوع المكنة بيمشي عليها الحل اللي انا هقول لك عليه دلوقتي ده. انت هتجيب كونة مبلولة، حته خرقه تبلها كويس، وتقوم جاي فاتح الفيدر من هنا، وهتلاقي عندك البقره ادي واحد ادي اتنين، طقم البقر اللي هنا دوت وشويه البقر اللي قدامك دول. هتجيب الكونه المبلوله وتبدا تمسح البقره دي كويس تمام، وتقوم جاي لفيفها كده وتبدا تمسحها وتلف وتمسح بحيث ان انت تضيع اي تراب من عليها. ودي لباده برضك بتلفها عشان بتمسحها، علشان دي اللي بتخلي الورق بدل ما تاخد ورقتين تلاتة مع بعض، دي اللي بتحجز الورق. بنمسحها برده كويس وبنمسح اي حاجه مطربه جوه الفيدر. بعد كده بنخش على البكر ده نمسحه كل واحده واحده كده، وتقوم جاي لافف لفه ومسحه برده، تفضل تمسح فيه كده لحد برده ما تضيع اي تراب موجود عليه تمام. وبرده الطقم ده بيتمسح كده كويس او زي ما انتم شايفين انا بمسحه هنا، بفضل امسح فيه. وبعد كده باجي على الطقم البكر اللي فوق ده، وده مهم جدا لازم تمسحه كويس جدا. كل اللي انت بتعمله بتمسح وتلف، بتمسح وتلف كده، بتمسح وتلف تمام زي ما انتم شايفين كده اهو. بنمسح كده كويس تمام. تعالى بقى نجرب دلوقتي الفيدر مع بعضينا كده. بعد ما كان بيحشر كل ورقه هتيجي على الشاشه اهوت علشان تجرب الفيدر من غير ما تطلع ورق من الدرج. انا عايز اجرب الفيدر فانا هصور كل دوت، هيفضل يطلع لي في ورق من الدرج، فانا هعرفك ازاي تعمل تيست للفيدر. بس هتدوس على الكوبي هتلاقي هنا اهوت تحت الصوره المربع ده، هتدوس عليه هيبدا يسحب معانا اهو زي ما انتم شايفين. بعد ما مسحناها ان شاء الله تشتغل كويس. انا كل اللي طالبه منك تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو، واهم حاجه اشتراكك في القناه علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. اي صيانه اي مشكله عندك هتكلمني، هتكتب لي في التعليقات انا عندي مشكله كذا او عطل كذا او المكنه بتحصل معايا في الحته الفلانيه، وانا هعمل لك فيديو ان شاء الله عن حل المشكله ديت. بس طبعا تدعمني بالاشتراك وباللايك بتاعك عشان لايكك يهمني وتعليقك برده يهمني. زي ما انتم شايفين كده هي ما حشرتش في ولا واحده، والحمد لله اشتغلت كويس. بس احنا عشان بعدين الورقه ديت اخر ورقه بعدين بعيد برضه كان دوست عليها هتشتغل طبيعي مفيش اي حاجه. بس كده الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمه الله.